مساء الخير على كل حبايبنا الحلوين. النهارده دي اول فيديو في قناتي الجديده. ايوه، ما انا عملت قناه جديده. ايوه. ايوه والله، وان شاء الله القناه هتعجبكم قوي. ايوه، القناه دي اسمها عوضين جاب من الاخر. ماشي. وانا كده قاعد كده عمال اقلب كده على الفيسبوك والحاجات دي. ايوه والله كده، والانستجرام دي والحاجات دي، الاقي لك كل شويه بوست نازل كده، واخد بالك انت، يستفزني. واني بصراحه يعني طبعي غريب ما يعلم به الا ربنا. ايه والله العظيم، ما اعرفش اقعد ساكت. اني اي حاجه اشوفها يعني مش عجباني اتكلم على طول. طب انا هعمل ايه؟ قال انا ما اقدرش اسكت. ايه، فانا قررت ان اعمل القناه دي واجيب الحاجات دي واتكلم عنها بقى. يعني ما انا مش هسكت، وربنا ما انا ساكت. ايه، ان شاء الله يعملوا فيا ايه يعني، انا مش ساكت، هعمل ايه؟ المهم نخش في الموضوع على طول، علشان دي اول فيديو، وانا بس يعني عايزكم تدعموني كده في القناه الجديده دي والاشتراك بقى واللايكات والحاجات الحلوه دي. ايوه ماشي، يلا بينا علشان ما نضيعش وقت، عشان عندنا حاجات كتير قوي. يلا بينا. دي ايوه، خليكم، انا عايزكم تركزوا معايا. دي يعني لا مؤاخذه اول بوست انا شفته بتاع الاخت. طبعا الاخت دي يعني ما بتجيبش اي جمله، اي جمله الا لازم تحط فيها العلاقات اللي هي اللي بتاعتها دي. هي والله العظيم قال بتقول لك يا اخويا دلوقتي الوضع الجديد اللي شغال في البلد ان خلاص كده، يعني احنا ارتضينا بالامر الواقع. يعني ايوه، ان يبقى فيه علاقه بين الولد والبنت قبل الجواز. يا سنه سودة، يا سنه سودة يا اولاد. طب وده مرض طفح يا اخوانا. يعني احنا ناقصينك انت كمان يعني عشان تيجي تنيليها اكتر ما هي متنيله؟ ده هم اللي عيال على تكه، العيال على تكه، ولا فيه جواز ولا فيه زفت. ايوه، فانت كده يعني بتنشري الحاجات الوحشه وبتشجعي الشباب على الحاجات الوحشه دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ودلوقتي هنشوف البوست اللي بعديه. ده كل بوست انقح من اللي قبله والله العظيم. ده احنا والله ده احنا هنتجلط. ايه والله العظيم باللي بنشوفه. الاخت المحترمه المبجله، ايوه الاخت سما المصري. عارفين سما المصري دي؟ ايوه، وما ادراكم ما سما المصري يعني. الجايه بعد العمر ده كله، بعد العمر ده كله طالبه عريس، عايزه تتجوز. ايه والله، وهي بقى لها 30 سنه طالعه مصدره لنا الكرومبه دي في كل فيديوهاتها، ودخلت سجن وطلعت من سجن والكلام الفاضي ده كله. واخد بالك انت؟ قال دلوقتي بعد خلاص بقى ما خنشرت يعني كده ووصلت للمرحله النهائيه، قال عايزه عريس كاك عرسه لما تلوشك. وتعالوا بقى نشوفوا الخيبه الكبيره كمان. يعني احنا مش خلصانين من البلد هنا. ايوه، واللي بنشوفوه في البلد والقرف ده كمان. يعني الاخت الممثله السودانيه دي طالعه بتقول لك لا انا عايزكم تركزوا في البوست ده. والله بتقول لك يعني الراجل في حياتها ما بيمثلهاش غير حاجه واحده بس، يعني اداه للانجاب. ايوه، يعني لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، يعني حمار يعني بالعربي كده. ايوه، جايبه حمار عشان تجيب منه عيال. ايوه، وانتوا في حياتنا لا مؤاخذه يعني ما بتمثلوش يعني عباره عن جاموسه. واخد بالك انت؟ ايوه، ما ينفعش تقولي الكلام ده. ايوه ما تنفعش. ايه مش ناقصاك انت كمان يا اختي؟ مش ناقصاكي؟ ما ان شاء الله ما اتجوزتي ولا تهببتي على عمرك، احنا مالنا؟ قال الراجل في حياتها مش عارف ايه. بس كده هو ده الراجل في حياتك؟ تجداء الماء لما تتدقر من تحت مني. والله برضه. تعالوا بصوا معايا والنبي على البوست دي. ايه والله البوست ده استفزني قوي، وربنا قالي كعوضين استفزني. مش بيقولوا كده برضه؟ ايه اتضايقت قوي. يعني الاخت الفنانه الكبيره المحترمه، الاخت انتوا عارفين طبعا الست فيفي، الست فيفي عبده. ايوه، ست مشهوره جدا. ايه، قال بتقول لك يا اخويا لحد ما اتجوزت، لحد ما اتجوزت ولا بعد الجواز كمان. ايوه، قال بتقول لك كانوا مفكرين ان العيال دي الخلفه يعني العيال دي بيخلفوهم من الركب. واخد بالك انت؟ يعني كده، يعني خش كده. انا مش فاهم والله العظيم الناس دي بتجيب الكلام ده منين؟ ولا هو اي هبد وخلاص؟ يا اخواني يا شيخ ارحمونا، حرام عليكم والله، حرام عليكم بتعملوا فينا دي. والله حرام عليكم بتعملوا فينا دي.
انتوا بتقولوا اي حاجه وخلاص. واحده تقول لك العلاقه قبل الجواز، والتانيه تقول لك العيال بتيجي من الركب. ما هي بتيجي من الركب برضه، بس محتاجه مجهود.